ايه رأيكم النهاردة لما ننوع ونبدأ نغير في طريقة تقديم اللحمة؟ مش هنعملها مسلوقة ومش هنعملها مشوية، هنعملها بطريقة حلوة جديدة، وهي البيكاتا باللحمة ولكن على طريقتي، ويا رب تنال إعجابكم. هعملها بدون مشروم ولكن هعملها معاها البطاطس المحمرة. البيكاتا من الحاجات الجميلة جدا واللي بتتقدم في الأماكن الكبيرة جدا زي الفنادق. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. اول حاجه بجيب الستيك اللحمه، بحط عليها ملح وفلفل وفصوص من الثوم بس فقط لا غير، ما بحطش اي بهارات تانية. بحط في الجريل عندي شويه من الروزميري وشويه من فصوص الثوم متقطعه انصاص، وببدا احط عليها اللحمه على درجه حراره عاليه. ببدا بعد كده اهدي النار. هتبدا تاخد وشين، من الوش الاولاني وابدا اقلبها على الوش التاني لحد ما تاخد اللون الذهبي. هنقلها في الطبق، كل الكميه الموجوده عندي هبدا احطها في الطبق عندي. طبعا البهريز اللي طالع من اللحمة ده هو اللي هيديني لون البيكاتا الجميل، اللي هو اللون البني اللي هو طلع من اللحمة. لو عايزين نزود اللون ده اكتر ونطلعه اغمق من كده كمان، ممكن نحمر بصلة في نفس البهريز ده ونزود عليها معلقة من الزبدة، ونبدأ بعد كده نضيف الدقيق. ولكن هنا البهريز كتير طالع، هنبدأ بعد كده نضيف له على طول الدقيق. زي ما انتوا شايفين هي كده خدت نص سوا. هبدأ اطلعها، ولكن هنبدأ نسويها بقية السوا بتاعها بعد ما نضيف لها الصوص بتاعها. خلصت كده كل الكمية. الروزميري الموجودة دي بعد ما اعمل الصوص بتاعها ممكن اصفيها عادي، ونتخلص من فصوص الثوم الزيادة ومن الروزميري الموجودة عندي في الجريل. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هجيب معلقة من الدقيق، هبدأ احمرها مكان الثوم ومكان الروزميري زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ احمرها كويس جدا، وهبدأ اضيف اللبن تدريجيا. هبص الاقي ان يبدأ الموضوع الصوص ده يبدأ ان هو يتقل معايا، ويبقى زي البشاميل الخفيف، ويبدأ ياخد من لون البهريز اللي موجود في الجريل. واضيف له كمان شوية من جوز الطيب. اللي حابب يحط، اللي مش حابب خلاص. اول ما بتاخد اللون البني بضيف عليها اللحمة، وبضيف عليها حلقات الفلفل، وهسيبها تستوي في الصوص ده لحد لما بتاخد السوى الكامل. زي ما انتوا شايفين طالعه في منتهى الجمال، بص لونها جميل جدا. بعد كده بقدمها في الطبق التقديم ومعاها الرز الأبيض، وممكن أضيف معاها البطاطس المكعبات المتحمرة. بتديها كمان قيمة غذائية، وفي نفس الوقت بتديها منظر حلو جدا، وتعتبر كخضار بيتاكل مع اللحمة. طبعا بنحط عليها الصوص اللي احنا طلعناه، وبتكون شهية جدا. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله.